النصر السعودي يتحمل تكاليف علاج عبد ربه. حسني عبد ربه عمل امبارح عمليه الرباط الصليبي. زي ما انتم شايفين دي اللقطات في المستشفى. الدكتور احمد عبد العزيز هو اللي عملها له في مستشفى هنا في القاهره. شيء الحقيقه يعني كل الشفاء ان شاء الله باذن الله للنجم حسني عبد ربه، ولكن شيء برضه يسعدني ان هو يعمل العمليه هنا داخل مصر. دكتور احمد عبد العزيز اسم كبير طبعا في هذا المجال، يعني شيء الحقيقه برضو يديلنا امل. يعني بنتمنى كل الشفاء ان شاء الله باذن الله للنجم حسني عبد ربه. دي لقطات، ده طارق عبد ربه اعتقد اخو حسني. يعني دي لقطات خاصه للملاعب اليوم، ولكن كلنا ان شاء الله باذن الله بندعي بالشفاء العاجل للنجم حسني عبد ربه، وبندعي له ان شاء الله باذن الله برضو يعني بسرعه العوده للملاعب. حسني من اللعيبه المحترمه. ان لقينا دي انا اتلخبطت بقى هنا، انا قلت المستشفى دي فرقت كتير. دي مستشفى في المانيا ومعاه الزميل مهيب عبد الهادي اهو، اللي كان برضو العمليه الاولانيه الحقيقه كان مهيب مع حسني لحظه بلحظه. عايز اقول لكم بمنتهى الصراحه، يعني هفتن لكم كده على سر، ده هنا مش شغل بقى، ده هنا مهيب مع حسني بصفه شخصيه، لان مهيب تربطه علاقه صداقه كبيره جدا بحسني عبد ربه، وكان معاه خطوه بخطوه في العمليه الاولانيه دي. دي برضو كانت لقطات، هو صاحبه قوي بس برضو انت عارف يعني ما يقدرش ما يصورش. دي لقطات حصري لينا داخل الملاعب اليوم. دي المستشفى في المانيا في العمليه الاولانيه. دي بقى دي الحقيقه الرجل الثانيه، يعني دي كانت دي العمليه النهارده في الرجل اليمين، والعمليه كانت اللي عملها في المانيا كانت في الرجل الشمال. ودي العمليه النهارده في مصر. يعني الحياه ان شاء الله باذن الله نتمنى كده الشفاء لحسني، والحياه دايما معاه في اي مكان، وان شاء الله باذن الله زي ما رجع بسرعه جدا في العمليه الاولانيه يعود للملاعب برضه، لان حسام غالي يعني كل اللعيبه دي وكل الاسامي دي، احمد فتحي، كل الاسامي دي مش بس بتفرق في انديتها، بتفرق كتير الحقيقه في منتخب مصر. واعتقد ان برادلي وكابتن ضياء السيد كابتن زكي عبد الفتاح، اعتقد ان هم يعني دلوقتي عندهم حسابات مختلفه.